وصلنا الجونة. دي الأوضة بتاعتنا، وتعالوا نشوف منظر البلكونة. منظر تحفة على البسين على طول، ودي بحيرة صناعية. ادي البسين يا جماعة، منظر عالمي الصراحة. احنا دلوقتي المفروض هنغير، وبعد كده رايحين البحر. خش نغير. ودلوقتي احنا جاهزين. انا وده ابراهيم، او اللي هو اختفى ده ابراهيم. هتلاقوه في اي فلوج ليا هنا في مصر، هو اكتر واحد بيسافر معايا مصر تقريبا. دلوقتي عدينا البحيرة الصناعية دي كده هنروح الشط. اسمه الشط زيتونة. ده ابراهيم في الحر. هنمشي ازاي؟ ماشي. المفروض دلوقتي ابراهيم بيسأل على الشاتل. المركب هناك اهي، تقريبا فوتناها. طب هي نجري طيب ولا ايه؟ على طول كده؟ ماشي. بصوا يا جماعة، حتى الكلاب بتوعهم هنا. دي 1 2، بعدين كان في واحد تاني كده وخلاص. ايوه هم التانيين اهم. الجو حر، بس البحر شكله حلو الصراحة. يعني انتوا اديكوا شفتوا الكلاب نفسها مبسوطة انها بتعوم. فمش عارف، بس البحر هادي جدا. مسدس انت ممكن تشوف الشعاب المرجانية من وانت على الشط. هنرجع المفروض الشط، نقعد هناك شوية، وبعد كده آخر عبارة بترجع الأوتيل بتاعنا الساعة 6 بالليل.
ازاي جينا من القاهرة للجونة؟ احنا ركبنا اتوبيسات جو باص من عند نادي السكة. الحجز سهل جدا، بتحجز من على الموقع بتاع جو باص وهتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو في الاخر. بالنسبه للاسعار هي بتتراوح ما بين 140 ل 300 جنيه. وبالنسبة للإقامة هنا بقى في الجونة فالأسعار بتتراوح من 700 جنيه في الليلة لشخصين شاملة الفطار لحد آلافات في الأوتيلات الكبيرة اللي بتطل على المارينا. ولكن احنا قاعدين في أوتيل من اللي هم الرخاص دول، وزي ما انتم شايفين الفيو رائع والأوتيل نظيف. وإن شاء الله في آخر الفيديو هتلاقي ريفيو هنعمله عن الأوتيل وهنقول لكم إيه رأينا في الأوتيل ونديله كام من 10. يلا بينا. قاعدين دلوقتي مستنيين الاكل ونتفرج على تيمور وشفيقة يعني قبل ما الاكل يجي يعني. يا جماعه احنا اكلنا في المطعم زي ما انتم شفتوا، بس الاكل ما شبعناش خالص. فزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي في السوبر ماركت بنحاول نشوف اي حاجه ناكلها يعني. جبنا ايه؟ جبنا الطبق ده لحد دلوقتي. عامه رخيص الطبق ده كله ب 22 جنيه يعني، فالاسعار اسعار كويسه يعني. بس هنكمل بقى لف كده لحد ما نلاقي وجبه كويسه ناكلها. النهارده اول فطار وتقييم سريع كده عن الفطار. الفطار حلو قوي. كنا متوقعين ان البوفيه هيبقى اصغر شويه بس طلع لا كويس يعني. وبعدين صباح الفل. انا معاكم هنا ولا ايه؟ ايه؟ تعال اهو. لا انت معانا اهو. انت معانا. صباح الجمال. بس ما عادش يروح الكاميرا خفيه. لا مفيش كاميرا خفيه، الكاميرا باينه اهي. صباح الجمال. ربنا يخليك تسلم. هي دي بقى الميزه التانية هنا، ان الناس هنا ما عندهاش اي مشكله في التصوير. دي حاجه حلوه الصراحه يعني. حتى معظم الاوتيلات بيبقى عندها مشكله ان انت تصور الشيف، ما فيش مشكله ان انت تصور الاكل بس الشيف المطبخ والحاجات دي كده. هنا الناس عادي ما مش فارقه معاها، ف حاجه كويسه يعني. احنا حاليا قاعدين مستنيين المركب اللي تاخدنا من المكان اللي احنا فيه ده اللي هناك. ده المفروض البحر، واحنا جينا متاخر فالمركب مشيت. المركب بتيجي كل قد ايه يا ابويا؟ المركب بتيجي كل ساعه الا ربع. ساعه الا ربع. احنا قلنا كده قد ايه؟ نص ساعه مثلا؟ نص ساعه مثلا. يعني تمشي في اللاجون عشان تودينا لحد المرسى اللي هناك جنب البحر. اوكي. اللاجون دي تقريبا معديه في الجونه كلها، كل الاوتيلات. يعني زي ما انتم شايفين يعني احنا قاعدين هنا في اوتيلات، وبعدين هنا في اوتيلات تانية، الناحية التانية في اوتيلات برضو. بعد كده بقى ده التارجت بتاعنا الحتة دي هنا بالظبط، بعدها البحر. بصوا يا جماعه الشارع هنا في الداون تاون اسمه شارع ايناس التغيلي. مش فاهم ليه بس
ده اسم الشارع الرئيسي في الداون تاون. المفروض ان ده اهم مكان تقريبا هنا في الجونة يعني، هو والمارينا وبعد كده الشواطئ، مسمينه الناس الدغيري. ابراهيم بيحتفل بانه الاهلي كسب 2-0 على الزمالك، بس عزمني انا على البتاع ده، هو اللي عازمني على العصير. يا ابراهيم الكلام اي خدمه. نازل بتيشيرت الاهلي بص مبسوط وبتاع. زي ما قلنا لكم في اخر فيديو هنعمل ريفيو كده عن الاوتيل السريع من ناحيه المكان، السعر، الخدمه، الاكل، كل حاجه. فخلينا نبتدي باللوكيشن او المكان بتاعه. اللوكيشن انا شايف ان هو اللوكيشن مش وحش، اللوكيشن كويس، ممكن اديله 8 عشان هو بس بعيد عن البحر. نفس الكلام، هو عشان مش على البحر على طول ف8 من 10 بس. الاكل بالنسبه لي الفطار، احنا لينا فطار بس والفطار كان كويس، ممكن نديله 9 من 10. انا ممكن ادي فطار 10 من 10، انا انبسطت جدا من الفطار الصراحه. طيب حلو جدا. اخر حاجه بقى هي الخدمه في المكان والسيرفيس والاوضه نفسها وتنظيف المكان والكلام ده كله. دي كام؟ ممكن اديله 7 من 10 عشان مفيش واي فاي في الاوضه. لو كنا محتاجين نت كنا بنضطر ننزل اللوبي تحت عشان نجيب نت، ممكن اديله 7 من 10 على كده. طيب تمام، نفس الحاجه. فاخر تقييم بقى كده لكل حاجه للاوتيل. احنا اسم الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه ارينا ان، زي ما انتوا شفتوا على كنا واخدين اوضه على البسين وهو مش جنب البحر. ف اخر سعر كده، اخر سعر اخر تقييم قصدي نديله للمكان. ممكن اديله 8. وانا برضه اديله 8 بس. زي الفل. سلام. سلام.